السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم جبت لكم طريقة جديدة ورائعة وغريبة في نفس الوقت، يعني في تحضير الكسكس. بزاف فينا اللي خافوا يتعجن معهم الكسكس، لكن هاد الطريقة انا نضمن لك بلي راح تكون نتيجة رائعة وسهلة. نتمنى ان شاء الله تكملوا الفيديو للاخر. وقبل ما نمروا المقادير ما تنساوش تضغطوا على اللايك والاشتراك وزر الجرس باش توصلوا بكل جديد. هنا الوصفه نحتاجو كما راكم تلاحظوا، هنا كنت حضرت يعني نقيت الخضره تاعي على بركه الله. هنا كنت عندي الحمص مرطبه والبصل الاحمر والابيض وجزر حبتين كبار، وهنا عندي فخ الدجاج، وهنا عندي الكرنب، وهنا عندي ايضا الكسكس الخشن. هنا نستعمل الكسكس الخشن كما تعرفوا، هو اللي ما يتعجنش ويجي معكم يعني مفروز. نمروا للطريقه. هنا نجيب الكوكوط تاعي ونبدا نحضر المرقه نتاع الطعام تاعنا. هنا نديروا شويه تاع الزيت ونديروا الفخ الدجاج ونقصوا عليه البصله. هنا بعد ما قصيت عليه البصل الابيض والاحمر بديت نعمل فيه التوابل. هنا نديروا الملح ما كتروش يعني، والكمون، وايضا سكينجبير، القرفه كما تعرفوا الكسكس ولا الطعام يجي بنين بالقرفه. هنا ايضا الفلفل الاحمر، واللي يحب يضيف الحار يضيف الفلفل الحار. هنا نضيفوا ايضا القليل من الفلفل الاسود والزعفران او الكركم. ندير الكسرونه تاعي فوق النار تقلى. الخضره نخليوها من بعد ان شاء الله. هنا بعد ما قليت الدجاج تاعي كما راكم تشوفوا نمرق عليه بالماء وما كثروش الماء بزاف، يعني قسما ما نحتاجوش بزاف المرق. هنا نغلق على الكوكوط نتاعي ونخلي اللحم تاعنا يطيب. هنا نمروا للطريقه كيفاش نحضروا الكسكس تاعنا بهذه الطريقه الجديده يعني والرائعه. هنا نكون دفيت شويه تاع الماء في الكاسرونه ونبدي هنا نفرغ في الكسكس تاعي. كما قلت لكم الكسكس يكون هنا خشن لان باش تنجح معكم العمليه يعني الطريقه. هنا كما تشوفوا انا ضفت عملت مقدار قليل يعني نصف كيلو، ونبدي نحرك. وهنا نكون نطفي على النار، يعني الماء تاعنا كي تعملي يديكم في الماء يكون دافي، ونبدي نحرك. هنا مباشره بعد ما نحرك الطعام تاعنا في الماء نصفيه كما تشوفوا بهذه الطريقه. نصفيو الطعام تاعنا من الماء مباشره. ومن الاول دوك تبداو تشوفوا بلي ما يتعجن معكم ما والو، يعني ما شاء الله في يعني من التجربه الاولى غادي تشوفوا الطعام تاعكم بلي ينفرز معكم يعني حبيبات. هنا نصفي الكسكس تاعنا كما راكم تشوفوا، نقلبوه في البسينه باش نكملوا الطريقه تاعنا. بقاو معايا للاخر الفيديو، وما تنساونيش بالضغط على اللايك. هنا كما راكم تلاحظوا نبدي يعني نحرك في الكسكس تاعي باش يبرد. هنا نضيف قسم ملعقتين الزيت ونحرك بيدي كما راكم تشوفوا. بدي ندخل الزيت بهذه الطريقه، يعني طريقه سهله ورائعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها، ويعني ما هنايا تكونوا اختصرتوا الوقت في الكسكس تاعكم، يعني ما تبداوش تنفخوه المره الاولى، يعني مباشره تعملوه بهذه الطريقه. هنايا بعد ما نخليو الطعام تاعنا مده دقيقتين نجيب الكسكس تاعي ونعمر فيه الطعام كما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه. والقدر تاعي راه فوق النار يغلي، دايره الماء يغلى فيه، وهنايا نعمر الكسكس تاعي كما راكم تشوفوا راه مبينين الحبيبات يعني ماش معجن. ما شاء الله طريقه ولا اروع. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه وترجعوا لي الخبر ان شاء الله في التعليقات. هنايا ندير الكسكس تاعي فوق القدر تاعو بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، يعني كلشي راه واضح. وهنايا كنت بعد ما طاب الدجاج تاعي طاب نحي الدجاج نصفيه بهذه الطريقه. الان ندير الحمص تاعي في المرقه اللي طيبت فيها الدجاج، نغلق على الكوكوط نديرها تصفر.
بلا ما يعني الكسكس تاعنا راه يتبخر. هنايا ندلع عليه الكوكوط ونخليها تصفر. هنايا نحي الطعام تاعي بعد ما تبخرنا المره الاولى. كما راكم تلاحظوا ما شاء الله، يعني طريقه كما قلت لكم من الاول ناجحه. ما تنساونيش باللايك. هنايا كما راكم تلاحظوا انني نحل في الطعام تاعي، يعني مازال سخن. هنايا بعد ما شويه برد، يعني كان ساخن. كما راكم تلاحظوا حليت الطعام تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نبدي نرشو بالماء هذا الكاس الاول. انا اللي مدت لكم يعني بالعبار باش اللي يكون اول مره يعني يسي هذه الطريقه يجربها، يعني ما يخافش، يعني باش تكون طريقه معاه ناجحه. وهنا الكاس الثاني بهذه الطريقه نرش الطعام تاعي بالماء. الماء يكون بارد. وايضا هنايا نضيف يعني القليل من الملح. نملحوا الطعام تاعنا، ما نملحوش بزاف، يعني نديروا يعني قليل الملح، بالاخطر المرقه تاعنا ايضا رانا دايرين فيها الملح. هنايا نخلط داك الماء ندخلو في داك الطعام به بالملح. انا نتمنى تكون هذه الطريقه واضحه وان شاء الله تعجبكم. هنايا كما راكم تشوفوا راني ندخل الماء في الطعام ونخليه مده 5 دقائق. ونعاود يعني الطريقه نردو الكسكاس ونردو فوق القدر يعني يتبخر. نتمنى هذه الطريقه تكون نالت اعجابكم ان شاء الله. بالمناسبه جمعه مباركه للجميع. هنا انا بعد ما درت الطعام يتبخر مره ثانيه، انا نحيت صفيت هنايا الحمص بعد ما طاب. كما راكم تلاحظوا نعملو في قاميله اخرى ولا كسرونه صغيره. نصفيو داك الحمص تاعنا وندير يعني الخضره تاعي نديرها في هذه المرقه نتاع اللي طاب فيها الدجاج وطيب نعاود الحمص فيها. الان ندير الخضره تاعي. هنايا الخضره اللي يحب يضيف يعني كما تحبوا، اللي يحب يضيف اللفت يضيف البطاطا يضيف الكابويا. انا هنايا حبيت يعني نديرها بالجزر والكرم. هنايا كنت ضفت نصف ملعقه نتاع طماطم ونص بارة. هنايا بعد ما بخرت الطعام معنا كما راكم تلاحظوا الكسكاس تاعي يعني ما يلصق ما والو، ما لصقش يعني ما تعجنش الطعام. هذا هو يعني يكون يعني هذه هي النتيجه، يكون معكم ناجح، يعني ما يتعجن ما والو. انا هنايا خليته شويه يبرد وحليت داك الطعام وضفت عليه ملعقه صغيره تاع الزبده بهذه الطريقه. كما راكم تلاحظوا الحبيبات تاع الكسكس تاعنا راها مفروزه ما شاء الله. وكان وقت قصير يعني اختصر الوقت معنا. وهنا نضيف القليل من الكمون. هنايا ندخل داك الزبده تاعنا في الحبيبات تاع الطعام ونخلط داك الكمون بهذه الطريقه. يعني ما شاء الله الكسكس تاعنا راه مفروز وماشي معجن. يعني هذه طريقه سهله وبسيطه بهذه الطريقه. انا هنا نخلي الطعام تاعي جانبا، يعني بلا ما نحضر الخضره يعني طيب معنا. هنا يعني نوريكم بلي الطعام ما شاء الله راه يعني مفتول ما شاء الله. هنايا الطعام تاعنا راني درته في يعني في صحن التقديم. انا فضلت نعمله هنايا في الطاجين يعني باش يبقى معنا ساخن. وبديت يعني نزين فيه. كما راكم تلاحظوا انا نرويه يعني بالمرقه تاع الحمص تاع الحمص اللي طيبناه بهذه الطريقه. انا نكمل التزيين تاع الطبق ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. وكان هذا هو الطبق تاعنا لنهار اليوم، الكسكس الجزائري.
يعني ما كاش دار ما يكونش فيها الكسكس يوم الجمعة. هذا هو الطبق تاعنا لنهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. انا كنت يعني حضرت من كنت زينته بالخضره اللي كنت طبختها، الجزر والكرنب ويعني والدجاج. هنايا كنت ايضا زينته بالبيض المسلوق واللبن دائما مع الكسكس كما نعرفوا. نتمنى ان شاء الله تنساونيش باللايك، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.